de faire attention. On parle du champion d'Afrique. ابشوا يا الكوليدي ابشوا يا يعني ما كان انسحاب لو لا ما انسحبناش احنا لا ما ننسحب. المغاربة عليها صافي صرعوا هذه ثاني. اللي حصل في المباراة اليوم هو سيناريو صعب جدا. السنغال يخسر في الدقيقة 120 بضربة جزاء، ولو ضربة الجزاء دي تذكرك بتفصيلة صغنطوطة قد كده، تذكرك بمباراة السنغال والمغرب نهائي افريقيا. السنغاليين غيعيشوا الرعب مع المغاربة، حطوا عليهم صافي. اقسم بالله ده لو سيناريو فيلم مش هيبقى كده. منتخبات افريقيا تتساقط منتخب تلو الاخر. لا اللي بيحصل للسنغال ده تحسه ذنب ناس بتخلصوا ناس. يمهل ولا يهمل. شفت يا سنغالي؟ شفت الايام لما بتدور؟ اكتر حاجه نفسي اسالها للسنغاليين، ما انسحبتوش ليه؟ هما ما انسحبوش ليه؟ دي دعوه المغاربه دي. يا ديني على اللي حصل، يا ديني على اللي حصل في السنغال. هقول لك على حاجه، اللي يجي على المغرب ما يكسبش. فعلا اللي يجبد العين مع المغاربة تخرج فيه. حصل في كل المنتخبات اللي جت على المغرب. سبحان الله العظيم بنفس الطريقه. الفار بينالتي لا ماشي بينالتي، علاش السنغال ما انسحبتش؟ وانسحبوا ما تكملوش الماتش، ما تكملوش. لو ما قادرين ينسحبوا نشاتهم، داكشي كيديروا على الافارقه بحالهم. إن لا يدع مجال للشك لأن المغرب لا تشعر. باي السنغال، باي السنغال. افرح يا مغرب لان اسوأ سيناريو في تاريخ الكوره كان من نصيب المنتخب السنغالي. عرفتوا اللاعبية ولا المدرب ما قام يدير أو حل. وياه حصل ديال الكلاب صافي. نفس السيناريو بالضبط، نفس السيناريو يا اخوانا. وتيجي ضربة الجزاء وتنحسب عليهم. حاول اللاعب انه ينبه قدام المرمى ويضيع الوقت ويأثر، او طبعا مش عايز يضيع وقت ايه؟ واحد ليه الكلام ده كله؟ ده كاس العالم، انتوا تروقوا ترويق مش طبيعي. وما وكلنا وما شربنا وما هزينا وما غطينا وما مرحبنا وما ما كذبتيش صافي، واش حكلوا ديال الطعام والطواجن عندنا. وجبان لأبعد الحدود. معادلكم نفس الموقف مرتين، وبرا البطولة وبرا كأس العالم. حفيظ دراجي لا زعلان. الحمد لله بكتير. مرة الافريقية كلها في كفة ومنتخب المغرب في كفة لوحده. ان سيناريو المباراة ده حصل قبل كده. حد يفتكر يا رجالة؟ ارجع كده، ارجع ورا، ارجع. ايوه ارجع ورا حتلاقي المغرب والسنغال نفس ضربة الجزاء. ويلا هنفشل البطولة. قلت لكم اللي يجي على المغاربة ما يربحش، اللي يجي على المغاربة ما يكسبش. ايوه اللي يجي على المغاربة ما يطفروش. كأس أفريقيا يعود الآن مع المنتخب السنغالي ويتسبب في ضربة جزاء للمنتخب البلجيكي نهاية المباراة. ابكي مغرب التاريخ. ولا شحال قدو يبكوا دابا شحال. بعيدا عن السيناريو ده اللي اقسم بالله لو معمول سكريبت فيلم مش هيطلع بالمنظر ده خالص. كما تدين تدان. داكشي اللي داروا لينا او كيجرى فيهم دابا. الغليون البيض. من ورا داك كاس افريقيا اللي كان في المغرب، والسنغاليين منبودين في العالم حتى واحد ما بقيت منهم. يعني ما يبغاهم يشوت، بس تقريبا 5 دقائق يحاول يسوي نفسه انه تعبان. بالنسبه لهذوك الناس اللي ما فهموش علاش اللاعب السنغالي طاح في نقطه الجزاء، خصكم تعرفوا ان الفيفا منعت الانسحاب من المباريات، والانسحاب كيعني الاقصاء المباشر. هما دازوا الخطه بي اللي هي تشتيت التركيز ديال الخصم. السنغال تعيش أسوأ سيناريو خسارة أنا شفته من فترة طويلة. هذا الدراجي يبكي اليوم على خروج السنغال. في الدراجي مسكين حالته حاله. بعد يوم وتبكي على فوز المغرب. يعني خلاص ممكن نقول تعادل عادل ونلجأ لركلات الترجيح، لكن الفار بيكلم حكم المباراة وبيقول له الحق في ضربة جزاء لبلجيكا، علشان الحكم يرجع للفار وفي آخر ثانية من زمن المباراة يحتسب ركلة جزاء لبلجيكا. دافع هاجم انسحب من اعمل اي حاجة الا انهم يتعادلوا معاه. انجيجا باي الطيارة. كلشي باغي ينشد الطيارة. مثل سبابهم وجهكم قاصح يا السنغال، والله الا وجهكم قاصح. 4 علاه ما عندهم شي وجه بعدا. هادو ماركاو عليكم 3 ناري. هذاك الفينال ديال الكوب دافريك اللي جا كيماركي عليهم 3. ما ضرب اللي جا ولا كيماركي عليهم 3 غيولي سميتهم منتخب 3. اللي حصل في اداء لعيبه السنغال هو السبب في كل اللي حصل. رسميا السنغال بره المونديال باقوى ريمونتادا حتى الان في كاس العالم. المغرب ويقول ده عملوا تنظيم واللي ولكن السؤال هو بابا سياو ليه ما بينسحبش؟ يخسر كل المباريات بقى بيخسرها ب3. غريبه.
لما المنتخب المغربي انقهر مره في موضوع ضربه الجزاء وانسحب المنتخب السنغالي، ورجع المنتخب السنغالي وبعد كده القهره تمت يا ولد. عشان كده النهارده اقول لك المباراه دي بعنوان كما تدين تدان. ما عايز ايه اكتر من كده؟ قلت لك اللي يجي على المغاربه ما يسلمش وما يربحش وهيركب الطياره وهيروح. اللحظات الاخيره وضرب الجزاء ومش عارفين بقى، مش هتطلع من الملعب، مش هتقدر تطلع من الملعب، مش هتقدر تعترض، مش عارف تعمل اي حاجه، نمت في مش عارف، عاوز تعترض جوه الملعب ولا تنسحب جوه الملعب، مش عارف تنسحب. يا عم انسحب، فين قدرتك على الانسحاب وفين شغلك اللي بتعمله؟ وهذا الشيء اللي داروه اللاعبين السنغاليين اللي كانوا كيضغطوا على الحكم وعلى اللاعبين ديال بلجيكا، وحتى اللاعب السنغالي اللي كان طايح على نقطه الجزاء ويعلم الله شنو كان كيدير تما، واش كيقرا شي طلاسيم ولا كيدير شي عجب. المهم راه الطلاسيم ديالو ما نفعوش مع تيليماس اللي ماركا ضربه جزاء. يا الهي يا الهي. 3 دقايق في اللحظات اللي زي دي احب ارشح للسنغال يسمعوا اغنيه على باب السيما، ما فيهاش غير كده. انه يا اصدقاء انه خبر غير جيد. في بطولة كأس افريقيا لا توجد صيدلية مفتوحة الان في 12 ليلا في المغرب. ليش زعلان؟ ليش زعلان؟ بس اريد اعرف ليش زعلان. نعم انها ضربة جزاء، نعم. ايش بيك؟ ايش بيك؟ ليش زعلان؟ ليش مقهور؟ ليش مقهور؟ بس عاد في العالم السنغال باي 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 باي. سيناريو قاسي جدا على السنغاليين، بيدوق من نفس الكأس. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، ربك كبير. ده حق مين ده ولا ده بيرجع لمين؟ فنعمل ايه؟ احاول اثر على لاعب حته الكوره، انام افرش له بقى على الارض وانام واقعد اعمل فيها عيني يا وعيني يما والجو ده. في الاخر تفوز بلجيكا. والله العظيم كان تفوز السنغال رغم ده كله، بس الحركه اللي عملوها النهارده فكروني بالحركه بتاعت زمان، قلت ان شاء الله ينجلدوا ويطلعوا، والحمد لله طلعوا. ينسحب يخسر بالثلاثه، يلعب يخسر بالثلاثه. هو ايه في ايه بجد؟ انت مالك يا ابني في ايه؟ انت بقى عندك مشكله مع رقم 3 المغرب، عقده ازليه هتكون كابوس عليكم طول العمر. لعبوا ماتش اميكال مع امريكان، حتى هي ماركه عليهم 3 مبلين بعد رقم 3، تمشي تسولهم في السنغال يقول لك الشرع عطى 3 ما عطاش 4. كلشي غادي على ما يرام حتى دابا فات كاس العالم 2026. مع حب لساديو ماني الا ان انا احس كده بالفرحه اللي بتعمله بتلاقيه، وزي ما ضاعت الفرحه عن المنتخب المغربي قبل تضيع عليك الفرحه اليوم في كاس العالم بضربه جزاء برضه. يبقى عنواننا ايه؟ كما تدين تدان. والف مليون مبروك للمنتخب البلجيكي. انا كده بحب دي بروين. لكن حاجه غريبه جدا 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 بتحصل مع المنتخبات الافريقيه كلها، الخروج في اخر الثواني وفي اخر الدقائق في كل مباراه. جنوب افريقيا بتخرج في البلاس 90، كوت ديفوار بتخرج في اخر الدقائق، بعد كده تشوف المنتخب الكونغولي بيخرج في اخر الدقائق في البلاس 90، دلوقتي بتشوف منتخب السنغال بيخرج هو كمان في الدقيقه 124 هدف من ركله الجزاء. نفسي اعرف ضربه الجزاء لما اتحسبت ما انسحبتوش ليه؟ على بلاده. باي باي سنغال، برافو بلجيكا. يعني اشرب مره من نفسك، مع ان هو سيناريو صعب برضه، بس مره من نفسك. حبيبي يا كابتن ماني والله العظيم انا كده تمام، انا كده اتعشيت خلاص، انا كده اتعشت معاه قوي وانا كده راضي. الطقعاتي يبكي ولا قاعد تضحك. تحيا المغرب، حب كبير للمغاربه. فرحان لان السنغال لازم يعني تقدر، يعني تحترم كرة القدم وتحترم الناس اللي بتشجع كرة وتحترم الناس اللي نظمت بطولة بشكل رائع وشكل مميز، ما يبقاش فيه العشوائية اللي هم بيعملوها. النهارده شفت انت في امريكا اتعمل معاكي تفتيش بشكل عامل ازاي؟ شوفوا عملوا لي تناقض مشاعر، هو نفسي يفوزوا كنت معاهم ويلا رجاله، وبعدين بعد حركه ضربه الجزاء دي ونام افتكرت اللي حصل قدام المغرب، قلت يا ولاد الذين، فمعلش السنغال باي باي. ان انت تكون غبي كرويا، ان انت تكون متقدم 2-0 ومش عارف تحافظ 3 دقايق فيتعادلوا معاك ويدخلوا معاك اكسترا تايم وتعمل ضربه جزاء في اخر دقيقه فيجيبوا جول. مفيش اغبى من كده. فكر بقى سنغالي وشوف انت ظلمت مين وعملت الموضوع ده على مين. هارد لك للسنغال ومبروك لبلجيكا، وكنا نتمنى السنغال ولكن كل واحد بيدفع فاتوره قديمه عليه. عشان فكرتوا بس تظلموها. فعلا سبحان الله اللي يجي على المغرب ما يكسبش. بابا سياو خلاص. اليوم ولا انصرنكم ولو بعد حين. اليوم المغاربه شافوا نصرهم، الظلم اللي جاهم في كاس افريقيا. تطلع السنغال والدراجه اليوم يبكي. اعطيك فاين، جيبوا لي فاين اعطيه، جيبوا. التفتيش بس لوحده
ومعاملتك كانت عامله ازاي وجمهورك كان بيدخل ازاي. والنهارده انت بشوف نفس السيناريو بتاع النهائي قريب منه، بس المغرب كانت بتلعب كوره. الفرق بين بلجيكا المغرب كانت مستحوذه والمباراه كانت حلوه. اخير نقول ديما مغرب يا ولد، وربنا عوضكم اليوم يا اهل المغرب الفرحه اللي اتخطفت منكم في بطوله افريقيا. يا الله يا منتخب السنغال توكل على الله وخد الباب وراكوا في اقرب رحله. معلش يا ساديو. حلاوه يا وطن، هذا مكان بيس.